الله على طبق الفول وجماله. عايزه اقول لكم بصوا، شويه فول زبده ونخلص الفول، انا مش مسؤول. النهارده ان شاء الله هعرفكم بقى ازاي تدمسوا الفول باسهل طريقه واحسن طريقه، عشان يبقى عندك كده الفول جاهز على السحور على طول. هنعرف بقى تكته وحركاته. ويلا بينا ندخل على الفيديو ونشوف بقى دمسنا الفول الفظيع ده ازاي. بصوا بقى، انا جبت الفول اهو زي ما انتم شايفين كده، الحبايه كده فاتحه وكبيره. طول ما حبايه الفول فاتحه وكبيره كده بتديكي نتيجه ممتازه. فحطيت بقى الفول كده، طبعا هتحطي على قد الكميه اللي انت عايزاها. عايزه تحطي كوبايه فول، عايزه تحطي اكتر براحتك على حسب بقى الكميه اللي انت بتحتاجيها في السحور. هحطها بقى كده في الدماسه. وده عندي كده معلقه كبيره من الفول المدشوش، اللي هو اللي بنعمل بيه البصاره او اللي بنعمل بيه الطعميه وكده. هحط المعلقة دي على الفول وهغسلهم بقى مع بعض كويس جدا. بصوا بقى، غسلتهم كده بالشكل ده ونضفته كويس. واحسن حاجة في البقوليات ان احنا نغسلها كويس ونغير عليها المية كتير. وهبتدي بقى ان انا انقع الفول بتاعي دوت على الاقل كده 3 4 ساعات. انا الحقيقة كنت مستعجلة، فحطيت عليه مية سخنة كده، وهبتدي ان انا اغطيه وهسيبه بس كده شوية، وبعد كده هشتغل فيه على طول. تمام كده، فانا حطيت بقى الميه اهو عليه، وهبتدي بقى ان انا اغطيه كده واسيبه شويه منقوع، وبعد كده بقى يلا بينا نشوف هنعمله ازاي. انا ده بص الفول شكله اهو بعد ما نقعته كده شويه، يعني نقعته حوالي ساعتين عشان انا قلت لكم كنت مستعجله عليه، بس الافضل ان انتوا تنقعوه اكتر من كده. بص الفوله تحسوها نفشت كده وطريت معايا. هبتدي بقى دلوقتي ان انا اغلي لها ميه تاني، وهحط عليها واحط على الفول يعني الميه المغليه. طبعا الميه دي بتبقى على قد كميه الفول. بس كده، في ناس بقى بتحب تحط اضافات كتير قوي على الفول. انا في المرحله دي ما بحطش بقى اي حاجه غير ليمونه. ليمونه كده جبتها وغسلتها كويس وقطعتها كده من النص وحطيتها في الفول. هبتدي بقى ان انا اغطي الفول وارفعه على النار عندي على نار عاليه لحد ما يغلي معايا بالطريقه دي. اول ما يغلي معايا هبتدي بقى ان انا هدي النار عليه خالص اهو زي ما انتم شايفين كده، واغطيه واسيبه لمده ساعتين. بعد بقى ايه ساعتين ما عدوا على الفول كده وهو على النار هاديه، غسلت بقى معلقه كبيره من الرز، معلقه كبيره من العدس الاصفر. هغسلهم بقى كويس، وبعدين هبتدي ان انا اضيفهم على الفول بتاعي. بعد بقى ما غسلتهم بقى كويس، هبتدي بقى ان انا اضيفهم كده على الفول بالشكل ده كده. معلش بقى هو هي البخار خارج على على الكاميرا اهو. هضيفهم بقى على الفول كده، ومش هقلب الفول خالص، لان انا لو قلبت الفول في المرحله دي هيبتدي ان العدس والرز يلزقوا معايا تحت. بصوا بقى ده كده شكل الفول بعد لما استوى كده معايا بالشكل ده. بصوا بقى انا هوريكم عامل ازاي. بصوا بقى، حاجه تحفه. والفول بقى زبده. وبص بقى شكله حلو جدا. بص الفوليه، بصوا بتتقطع معايا ازاي بكل سهوله. بس انا الفول بقى بتاعي كده جاهز خلاص. يلا نحضر احلى بقى طبق فول للسحور. بصوا بقى، الفول، في ناس بتحب تحط على وشه زيت بتعمل زي طبقه عازله كده ان هو ما يسودش، بس هو كده كده. بصوا انا ما حطيتش عليه ولا زيت ولا خل ولا اي حاجه خالص من الاضافات اللي الناس بتحطها. وبصوا الفول من تحت عامل ازاي، كهرمان. هبتدي بقى ان انا احط بقى الفول بقى كده في الطبق، واجهز بقى احلى طبق فول للسحور. اظن مفيش طريقه اسهل من كده لتدميس الفول. بصي في ثواني هتلاقي نفسك حضرتيه. تقدري تعمليه بكميات وتشيليه في اكياس في الفريزر، ويكون جاهز معاكي كل يوم. تطلعي كيس كده من الفريزر وتسخنيه وتعمليه بالطريقه اللي انت تحبيها. بصوا بقى شكل الفول، حاجة تحفة بجد. وانا هوريكم دلوقتي. بصوا طري ازاي. بصوا الفولية، الفولة طرية ويعني وناعمة جدا بجد. يعني انتوا لو حتى في ناس ما بتحبش الفول وهو حبوب كده وبتحب ان هي تهرسه وكده، بصوا ناعم جدا وزبدة. يا رب بقى تكون طريقة الفول وتدميسه عجبتكم. ويلا بسرعة بسرعة بقى حضروه علشان خاطر تلحقوا تتسحروا بيه. وكل سنة وانتوا طيبين، ورمضان كريم عليكم كلكم يا رب. ويا رب يدخل عليكم شهر رمضان بالخير واليمن والبركة، وانتوا في كامل صحة وكامل ستر من ربنا يا رب. ولو عجبكم بقى الفيديو وعجبكم طريقتي في تدميس الفول، ما تنسوش تعملوا لي لايك جامدة جدا وتشتركوا في القناة وتنوروني، واشوفكم على خير الفيديو اللي جاي.